المنكر ليه انت سبب في انتشاره وانت مش عارف؟ الفيديوهات اللي بتحتوي على منكر انتشرت جدا اليومين دول، قلة أدب وكلام ما ينفعش يتقال وأمثلة تانية كتير. بس لو فكرت فيها فالسبب اللي بيخلي الفيديوهات دي تنتشر هي احنا. طب ازاي يا حاج احنا السبب واحنا بنكره المحتوى ده أصلا؟ ده عموما اللي أنا هتكلم عليه في فيديو النهاردة. لو انت طلع لك فيديو منكر سواء كان رقص او شتايم، فطريقه تعاملك معاه ممكن تحدد هو هينتشر ولا لا، واغلبيتنا للاسف بيتعاملوا معاه بشكل غلط. لو انت كملت الفيديو للاخر حتى لو انت بتنتقده في السر، الخوارزميه هتفهم ان الفيديو ده كويس عشان انت كملته للاخر، فتقوم نشراه اكتر بسببنا. واغلبنا برضو مش بيكتفي بكده، في اللي بيكتب كومنت سلبي وينشره وسط اصحابه عشان يتريقوا عليه. بس المشكله ان الخوارزميه هتفهم من كتر ما الفيديو جامد انت شاركته مع اصحابك وعلقت عليه، فتقوم مقترحاه اكتر على الناس، وبالتالي ده هيخليك سبب غير مباشر في انتشار المحتوى ده. طيب نعمل ايه في الموضوع ده دلوقتي؟ انا هقول لك. لو طلع لك فيديو مش كويس قدامك اعمل له سكيب وما تكملوش للاخر، او اعمل غير مهتم او نوت انترستد عشان ما يطلعلكش اي محتوى زيه كتير. والاهم ان انت تعمل لايا كان اللي بيعمل الفيديوهات دي بلوك عشان تضمن ان هما ما يطلعلكش تاني. وبكده تكون عرفت ليه فيديوهات المنكر انتشرت وازاي نقدر نتعامل معاها. وبس لو انت عندك رأي في الموضوع ده اكتبه تحت في الكومنتات، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تشترك عشان يوصلك كل حاجة جديدة. وبس اشوفك المرة الجاية وسلام.